جدر القرود دلوقتي الناس كلها بتتكلم عنه، وللعلم المديريات الصحية بدأت تبعت منشورات للمستشفيات عن كيفية التعامل مع جدر القرود. هل ده معناه ان في حالات ظهرت فعلا؟ الله اعلم. طب ايه هو جدر القرود؟ جدر القرود ده اكتشفوه منظمة الصحة العالمية في 2022 في 23 يوليو ان بدأت حالات تظهر، بس الموضوع اتسيطر عليه وما انتشرش وما بقاش وباء. بس دلوقتي هو بقى منتشر وموجود في دول افريقيا، فاحنا لازم نخلي بالنا كويس جدا ونعرف ازاي نتعامل معاه وازاي نشخص الاعراض لو بدأت تظهر على حد. اول حاجة، هو ينفع يتنقل من انسان لانسان؟ بيتنقل من حيوان لانسان. طب هيتنقل من حيوان لانسان ازاي؟ هو انا عايش مع قرد؟ لا حضرتك مش عايش مع قرد. بس مش شرط القرد على فكرة، ما هو بيتنقل من القرد لاي حيوان تاني. لو اتعرضت لاي سوائل نازلة من الحيوان ده، لمستها بايدك، جت على جسمك، كل الحاجات دي، لو اكلت لحوم غير مطهية جيدا ممكن تعرض الانسان للوباء. طب هتنتقل من انسان لانسان ازاي؟